اهلا بيكم في تيك ويز ماج وفيديو جديد من فيديوهات ازاي. والنهارده هنشوف ازاي ممكن انك انت تنزل انستجرام بلس بحيث انك انت تيوز الفيوتشرز الكتير اللي مش موجوده في الابليكيشن الاساسي بتاع انستجرام، زي انك انت تغير طريقه عرض الصور، وانك انت تنزل صوره بالطول، وانك انت تعمل سيف للصور عندك دايركتلي على جوه الالبوم بتاع الفوتوز وكل ده. اول حاجه هتدخل على سفاري، وهتدخل على اللينك دوت اللي انا حاطه تحت الفيديو في الديسكريبشن تحت الفيديو، وهتدوس فوق على اليمين انستول. تمام. بعد ما هتدوس انستول هيظهر لك البوب اب منيو اللي هتظهر دلوقتي ديت، وهدوس انستول تاني. هخرج بره، هستنى لحد ما الابليكيشن يعمل انستول. بعد ما عمل انستول هاجي افتح الابليكيشن، هلاقيه محتاج ان هو يتعمله فيريفاي من جوه، فهفتح السيتنجز. تمام. وهنزل تحت وادخل على جنرال، وبعدين انزل تحت واختار بروفايل اند ديفايس مانجمنت، واشوف الابليكيشن دوت، والاقي هنا مكتوب انستجرام، اعمل تراست. تمام كده. واخرج بره خالص وافتح الابليكيشن عادي واعمل ساين ان وادخل بيه. بعد ما هعمل لوجين هلاقي الابليكيشن ان هو ينفع ان انا اعرض الحاجه عن طريق ان هي في النيوز فيد تبقى فول بشوفها كده اهو، او ان هي تبقى مينيمال بحيث ان هي تبقى مربعات صغيره. ومن الفيتشرز اللي موجوده فيها هاجي يعني تحت على اليمين ادوس على الشخص ده، واطلع فوق على اليمين ادوس على الجير ديت وادوس عليها اللي هي السيتنجز، واختار اي جي بلس سيتنجز، ونشوف كميه الفيتشرز اللي موجوده عندك. مثلا انك انت هنا هوت بتختار قلنا طريقه عرض الصور، وان هو مثلا ممكن انك انت تديسيبل ان هو الفيديو تشتغل اوتوماتيك، وتلغي الاعلانات من هنا هوت، وتعمل بلوكن لحد نوت ما تشوفش الصور بتاعته عندك في نيوز فيد. واي حاجه صوره تشوفها انك انت تلغيها ما تشوفهاش تاني من هنا. وايه تاني، وعرض وتشوف التاريخ او ما تشوفهوش من هنا هوت. وفي ايه كمان تحت، في هنا هوت انك انت لما تبعت دي ام لحد ما يبينلوش ان انت شفتها او لا. وفي كمان انك انت تشوف الصور على طول هاي كواليتي، ما تبقاش الكواليتي بتاعها قليله. وهنا هو لو شغلت ديت كونفيرم دبل تاب تو لايك، انك انت ما تدوس لايك بالغلط فيعمل لايك، هيطلب منك كونفيرميشن. لو انا شغلتها بص اجي اعمل لايك لحاجه، بص هيسالني عايز تعمل لايك ولا كنسل. تمام. في ايه تاني، unlimited accounts، ممكن انك انت تلوجن باكونتس كتير ملهاش حدود. وفي ايه تاني، ممكن تعمل باسورد للابليكيشن اهوت من سيت باسورد ديت. وممكن اهوت انك انت تحط عدد فولورز وهمي يبان لو خدت سكرين شوت مثلا اهو، ومثلا فولوينج كاونت 3000 او 30,000. تمام. واخرج بره هنا اهو، بص هخرج بره واجي هنا اهو واعمل ريفريش. المفروض بس النت معلق ثانيه، هعيد تاني. ان اهو enable follow spoof ده اعمله enable، انا نسيت اعمله enable، وعملت دلوقتي ريفريش هلاقيه اهو، شوف مكتوب. وايه كمان، ممكن انا لو في صوره اقدر انا اعمل لها سيف عن طريق بدخل على بدوس على علامه الداونلود ديت واختار الكواليتي واعمل سيف، وادوس اشوف انا عايز اعمل لها سيف فين، مثلا جوه الكاميرا رول، وادوس اوكي، هلاقي ان هي اتعمل لها سيف. اتمنى ان تكونوا عجبكم، وانستجرام بلس دوت هيفضل شغال معاكم اسبوعين 3، وان شاء الله لو انتم متابعينا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب تشانل هتلاقينا ان احنا بننزل الطرق الجديده على طول انك انت تنزل الحاجه دي. شكرا ليكم مره تانية، والفانس iOS Media Partner.